شيخ علي، احنا حقيقة تقلنا عليك في الزيارة وطولنا عليك واشغلناك حبيبي. الله يسلمك. احنا نبغى نختم بحاجتين، نبغى نسمع مباشرة الان ونحن جالسين معاك. احنا مرة متحمسين نسمع الاذان من يعني شيخ مؤذنين الحرم، وتعطر قلوبنا وتعطر ارواحنا وتذكرنا بسيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه. بس هو الاذان يعني يمكن تعرفوا والابناء لابد ان يعرفوا انه الاذان لابد ان يكون في وقت الاذان. ما ينفع كده في غير وقت الاذان ممكن نقول والله هذا يعني لا مؤاخذة ما هو صاحي يؤذن في غير وقت الأذان، لكن في وقت الأذان. ولكن أنا أسمعكم يعني عبارة عن كلمات بس، كلمة منه علشان حلو. يعني إرضاء حلو. ونقول إنه إحنا شرفنا بالسماع كلمة من كلمات الأذان مباشرة من الشيخ علي. طيب إن شاء الله. هذا طيب حلو. إن شاء الله. يعني نحن نقول مثلا في عندنا أذانين، أذان يخص أهل المدينة، وفي عندنا أذان يخص أهل مكة. أذان المدينة يسموه الأذان المدني، وأذان أهل مكة يسموه المكي أو الحجازي. كذلك في تركيا، كذلك في العراق، كذلك في سوريا، يعني الدمشقي يسموه. تمام؟ فهذه أنواع اللي هو الأذانات أنتم كنت تسمعوها بأداءات، خصوصا الآن الحمد لله التلفزيونات بدأت تجيب، كل دولة بيجيبوا اللي هو الأذان أو المؤذن أو ده بالطريقة واللي هو اللي يبغاه. فنحن لو سمعنا مثلا اللي هو الأذان الحجازي نقول أشهد أن محمد رسول الله، هذا حجاز. تمام؟ لكن لو سمعنا أهل المدينة، طبعا أهل المدينة يعطوه شوية من اللي هو ما يسمى من العرب. أشهد أن محمد رسول الله. ففي هناك اللي هو عبارة عن عرب. الشام، لا، أهل الشام هم ياخذوا من عرب اللي هي زي الأذان المصري. أي احنا أشهد أن محمد رسول الله. هذول يعني أهل الشام ودمشق ومصر، وطبعا في أهل مصر زيادة في العرب عندهم. نبغاك تقول لنا لا إله إلا الله الخاتمة الأذان نختم بها لقاءنا وتكون آخر شيء يسمعوه الأولاد في حلقتنا هذه يا شيخ علي. لا إله إلا الله بصوتك الندي الحلو الجميل، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله. المكي أو المدني زي ما تحبوا. الله أكبر، الله أكبر، لا